أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصرا. أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصرا. مشاهدينا الكرام، هي ديت مصر، هم دول أولاد مصر، هم دول منتخب مصر وبعثة منتخب مصر الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بتركيا. دكتور أيمن عبد الحميد، الأول حضرتك بتستقبل البعثة، ولادك ومدربينك، تقول لهم إيه بعد الإنجاز اللي حققوه في البطولة؟ احنا وعدنا ان احنا نكون اسياد العالم في الكاراتيه في المانيا 2014. البدايه هي دلوقتي. كل بطوله بنلاقي واحد تاني يختلف، واحد يكسب، واحد ربنا ما يوفقوش، ولكن دور كل واحد موجود، ومتوقع ليكم كلكم هتشيلوا الذهب في يوم من الايام. الف مبروك. كده سريعه، كابتن محمد ابراهيم سالم، تقول ايه بعد البطوله ديت لاولادك واللي عملوه في البطوله؟ والله الحمد لله، يعني بحمد ربنا طبعا على الانجاز دوت، وطبعا كان نفسي اجيب ال10 دهب يعني، انما الحمد لله قدر عند ربنا الحمد لله. طبعا بعد الميداليات استحيل ان هو اكتر واحد كان حريص على دوت، وبقى دي الوصف في الكاراتيه كله والمدربين مصر كلهم واللعيبه طبعا اللي هم الدلع. باشمهندس محي نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، حضرتك كنت موجود مع البعثه هناك، تقول لنا برضو تاني على مستوى البطوله، كلمنا على مستوى البطوله كان هناك. مستوى البطوله الانجاز اللي اتعمل ده هو 10 ذهب بالنسبه لي، مفيش اكتر من كده، لان من قوه البطوله انا بقول الميداليات اللي جت دي هي كأن جبنا 10 ذهب. كابتن سيد نصر، تقول ايه للاولاد والابطالنا ابطال مصر بعد ما رجعوا من البطوله دي؟ لا، احنا بنتشرف بوجودنا في وسط لغه كبيره جدا من نجوم مصر، واللي بنتمنى لهم دايما من خير لخير يا رب، وان شاء الله عقبال ما بنستقبلهم ونبارك لهم في بطوله العالم القادمه باذن الله تعالى ان شاء الله. مدربين وجهاز فني وجهاز اداري. دكتور محمود ربيعي، حضرتك كنت معانا مع البعثه هناك، يا ترى الاجواء كانت عامله هناك؟ اول مره اسمع منتخب مصر الرئيسي، كفاح ومثابره، تصميم على الفوز، كفاح غير عادي، بطوله قويه جدا. ان شاء الله بطوله العام 2014 ان شاء الله كله دهب باذن الله ان شاء الله. كابتن جيانا، ميداليه ذهب، طعم جديد، ميداليتين ذهب في البطوله ديت، يا ترى قولي لنا حسيتي بايه لما خدت الميداليه دي؟ والله يعني انا حسيت ان احنا تعبنا اللي بقالنا شغالين عليه الحمد لله ما راحش هدر، والحمد لله يعني انا طبعا انبسطت اني بالنسبه لان هي اول دوره اصنعها مع الكبار، تقريبا انا اصغر واحده في التيم كله، واني الحمد لله. الاحداث اللي كانت موجوده في مصر كانت بتاثر عليكي؟ طبعا انا كان نفسي بقدر الامكان احاول اعمل حاجه تفرح الناس اللي اكيد متضايقه من اللي حاصل، ويا رب كل الناس بصراحه. هم دول يا جماعه اولاد مصر الحقيقيين اللي في ظل الاحداث اللي موجوده حاليا بيقولوا احنا اهو بنشتغل وبنعمل وبنحقق انجازات. كابتن أريد، مبروك عليك الميداليه، الف مليون مبروك، ويا رب دايما مزيد من الانجازات. كلميني على الميداليه دي، طبعا الماتشات كانت عامله ازاي؟ ضغط اصلا نفسي صعبه، بس احنا تعبنا لها كتير قوي، جهزنا لها كتير قوي، فكنت يعني مصممه قوي على الميداليه، ما حصلش نصيب، في اصرار وكان فيها ما حصلش نصيب في الفاينل، بس الحمد لله احنا كلنا تعبنا لكسب الكاس، كلنا تعبنا جدا للميداليه، فمبروك للي كسب. الميداليه دي تبعثي بيها برساله لشعب مصر، تقول لهم ايه؟ السياسيين اللي موجودين في مصر تقول لهم ايه؟ يا ريت نهتم شويه بالرياضيين، يعني احنا الحمد لله ما بننزلش مصر في اي بطوله، ويا ريت نشتغل ونعمل الرياضه. شكرا ليكي والف مليون مبروك. كابتن مسمار، انت بطل من ابطالنا، ولازم نهتم بيك، ولازم الناس تشوفك وتكلم الناس وتقول لهم يا ترى احساسك ايه بالميداليه ديت، وكنت حاسس لما فزت بالميداليه ديت في ظل الاحداث اللي موجوده في مصر، احساسك كان عامل ازاي؟ هو بالنسبه للاحداث اللي في مصر طبعا انا كنت مبسوط بيها جدا ان انا جبت ميداليه لمصر في بطوله قويه زي ديت، بس بيني وبين نفسي حسيت ان انا قللت من نفسي قوي، ان انا خدت يعني انا خسرت تاني مره نفسك الذهب برضه، الذهب خساره على اخر ثانيه في الماتش، فكان احساس حرص على ان انت تحقق حاجه. بالظبط، اتضايقت جدا طبعا ان انا ضيعت ميداليه ذهب، كانت هتاثر كتير جدا في ترتيب مصر حتى نفسها في البطوله، فكانت بالنسبه لي انا حرقه دم وفرحه ان انا جبت ميداليه تساعد الفرقه شويه. ان شاء الله البطل بيعوض في البطوله اللي بعدها، وان شاء الله دهب دايما ان شاء الله. الف مليون مبروك والف الحمد لله على السلامه.